مساء الخير على صديقنا العزيز. من كام شهر كده مواقع التواصل الاجتماعي ولعت بعد خبر القبض على اليوتيوبر المصري الشهير أحمد أبو زيد، واللي بيقدم محتوى تعليمي وثقافي على قناته المعروفة. الناس اتصدمت وسألت، هو أحمد اتقبض عليه ليه؟ ده راجل محترم وحتى ملوش في السياسة. وفي الوقت اللي فيه التيك توك مليان تفاهة وقنوات بتروج للإشاعات، كان أحمد أبو زيد نموذج مختلف، شاب بيقدم محتوى محترم، بيشرح، بيحلل، بيساعد الطلبة، وبيكلم الناس بلغة بسيطة. وده يمكن كان هو السبب الحقيقي ورا اللي حصل له. القصة بدأت لما أحمد نشر فيديوهات بتتكلم عن التعليم وعن سوء النظام وصعوبة المناهج وعدم واقعية السياسات الجديدة. ورغم إنه ما قالش حاجة ضد شخص بعينه، لكن واضح إن النقد ما بقاش مقبول حتى لو كان نقد بناء. وبدأ يتعرض لضغط واستدعاء من جهات مش معروفة على هيئة دعوة حوار، وبعدها تحقيقات غير رسمية، وبعدها فجأة اختفى أحمد من على السوشيال ميديا. والناس بدأت تسأل، هو فين أحمد؟ أحمد اختفى في نهاية 2024 وظهرت أخبار حوالين اعتقاله، وده اللي خلى الناس تندهش وما تصدقش الخبر في البداية، خاصة إن أحمد محتواه تعليمي ملوش أي علاقة بالسياسة. وفي يوم 17 يناير اعترفت الداخلية إنها قبضت على أحمد ووجهت له تهمة الإتجار في النقد الأجنبي، وقالت إنهم لقوا معاه 163 ألف دولار وتليفون محمول يتضمن رسائل تؤكد نشاطه الآثم. وبعد خبر القبض عليه بدأت حملات دعم قوية على وسائل التواصل الاجتماعي، وناس من كل الفئات كتبت عنه، طلبة، مدرسين، مثقفين، حتى ناس ما بتحبش اليوتيوب كانت بتقول الراجل ده محترم ولو اتسجن يبقى مفيش امان لحد. وفي وسط الحمله دي بدأ الضغط يزيد على نظام السيسي، خصوصا ان مفيش تهم حقيقيه ولا فيديوهات مسيئه ولا اي دليل انه بيهدد الامن. وبعد اسبوعين تقريبا من احتجازه النيابه قررت الافراج عن احمد ابو زيد، بس تحت شرط الاقامه الجبريه المؤقته ومتابعه دوريه وتحذير غير مباشر. خلي بالك من اللي بتقوله. قرار الافراج جاء بعد ما تحولت قضيته لرأي عام وبقت بتتحاكى في الاعلام وتغطيه صحف عالميه. لكن كتير من الناس قالوا الرساله وصلت، اي حد بيتكلم هيجيله الدور حتى لو كان بيشرح درس فيزياء. من اسبوع بقى تقريبا النظام بيشن حملة اعتقالات قوية ضد مشاهير التيك توك، ام ساجدة وشاكر ومداهم وسوزي الأردنية ومحمد عبد العاطي واسماء تانية كتير اتشهرت بشكل سريع خلال الكام سنة اللي فاتت. الحملة الأمنية جت ضد الناس دي بتهمة غريبة قوي، وهي المحتوى الهابط. ومش ده الغريب يا صديقي العزيز، لأن كلنا عارفين إن المحتوى اللي بيقدموه فعلا هابط، بس يعني السيسي ولا عاجبه المحتوى الهادف ولا الهابط. أمال عايز الناس تقدم إيه على التيك توك؟ ولا هو عنده أزمة مع المنصة نفسها؟ يا ترى إيه سر الحملة الأمنية اللي عملها نظام السيسي ضد مشاهير التيك توك؟ ومين هو زعيم المحتوى الهابط في مصر كلها؟ ده اللي هنحاول نعرفه مع بعض في حلقة النهاردة. أنا عبد الرحمن عمر، وده برنامج الحكاية. أهلا بيكم. جدل كبير بيعيشه الشارع المصري بعد القبض على عدد من مشاهير التيك توك في حملة أمنية غير مسبوقة بتهم تتعلق بنشر مقاطع خادشة للحياء والخروج عن الآداب العامة. الداخلية بررت الحملة الأمنية دي بأن الأشخاص دول اتقدم فيهم بلاغات بتهمة نشر فيديوهات فيها ألفاظ خادشة للحياء، وكأن المحامين فجأة كده قرروا يصلحوا المجتمع ويحافظوا على أخلاقه. وطبعا الإعلام طلع يؤيد أخبار الاعتقالات دي، رغم إنه قبلها من كام يوم كانوا بيتهافتوا عشان خاطر يستضيفوا المشاهير دول في برامجهم المختلفة ويستفادوا من انتشارهم ومشاهداتهم اللي بتوصل للملايين. تستفيدوا وتحققوا أرباح من هذه الفيديوهات اللي هي تهدم الأسرة، تهدم القيم، لا تعبر عننا ولا عن شعبنا ولا عن ولادنا ولا عن شبابنا على الإطلاق. في ناس شافت إن الحملة دي كويسة، والناس دول خربوا فعلا الذوق العام للمجتمع المصري، وناس تانية شافت إن ده اعتداء على حرية الرأي والتعبير، خصوصاً إنهم بيعبروا عن لغة الشارع المصري. يعني خليني أقول لك مثلاً إن واحدة زي سوزي الأردنية دي اتشهرت بسبب فيديو طلع ترند وهي بتشتم أبوها بألفاظ خارجة، وبدل ما الإعلام وصناع الفن في مصر يحسنوا من الذوق العام، لأ، دول استخدموا نفس مصطلحها في أكتر من عمل فني، وبقى أي حد يقول لك
الشارع اللي وراه. تزعلش بقى. ايس لاتيه. لاتيه. اه. الشارع اللي وراه. شكرا. طيب ازاي انت تبنيت افعالها في اعمال فنية المفروض انها عدت على الرقابة في مصر، وجاي دلوقتي تلومها بعد ما اتشهرت بسببك؟ طيب ليه سوزي ولا عبد العاطي ولا ام ساجدة بيتم ملاحقتهم وسايب الفنانين والاعلام اللي بيستغلوا شهرتهم عشان يحققوا ارباح ومشاهدات من وراهم؟ طيب يا ترى ايه سبب الحملة الامنية اللي قام بيها السيسي فجأة ضد مشاهير التيك توك؟ انا هقولك. السيسي من ساعة ما وصل للحكم وهو مهووس بالسيطرة على الرأي العام وتوجيهه، عشان كده ركز جهوده في بناء أذرع إعلامية وخلى الإعلام الرسمي والخاص كله تحت سيطرة الدولة عن طريق الشركات اللي أسستها المخابرات العامة والأمن الوطني زي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. السيسي كمان كان عارف كويس من أول يوم وصل فيه للحكم خطورة السوشيال ميديا على نظامه، خصوصا إنها كان ليها دور كبير في إسقاط مبارك بعد الحملات اللي قامت ضده على الفيسبوك زي صفحة كلنا خالد سعيد. فعشان كده السيسي حاول يفرض رقابة صارمة على السوشيال ميديا، وبقت الشرطة ممكن توقفك تفتش موبايلك وتشوفك كاتب ايه أو حتى مشير لمين، وده كفيل إنه يكون سبب في اعتقالك من الشارع. لكن خلال السنين اللي فاتت ظهر لاعب جديد في الساحة الإعلامية اللي هم صناع المحتوى على السوشيال ميديا، وبقى أي واحد أو واحدة معاها كاميرا في البيت بتصور محتوى وتطلع تذيعه وكمان تكسب من وراه فلوس من على اليوتيوب أو الفيسبوك أو التيك توك. وده خلى النظام يدعم مجموعة من صناع المحتوى اللي مربيهم على إيده عشان يبقى ليهم دور في السيطرة على المساحة دي من التأثير في الرأي العام، وكان سايب باقي صناع المحتوى على راحتهم لحد ما يخبط في الخطوط الحمراء اللي حاططها النظام. ساعتها بيتعامل معاه معاملة أمنية ويشده ويحبسه. أغلب القضايا اللي اتعملت خلال السنين اللي فاتت لمشاهير السوشيال ميديا كان هدفها الأساسي هو إلهاء الشعب عن المصايب اللي بيعملها النظام، أو لتمرير قرارات صعبة زي تعويم الجنيه أو رفع أسعار البنزين والخدمات، على اعتبار إن الناس هتنشغل بقضية التيك توكر الشهيرة اللي اتمسكت وهي بترقص، أو صانع المحتوى اللي معاه شوية دولارات، وغيرها من القضايا اللي الناس بيحبوا يتكلموا فيها. عشان كده لما بدأت الحملة الأخيرة للقبض على مشاهير التيك توك، كتير من المتابعين للشأن المصري شافوا إن النظام بيحاول بالحملة دي يضرب كذا عصفور بحجر واحد. أول حاجة إنه يصرف النظر عن موضوع الوقفات والاحتجاجات اليومية اللي بتحصل قصاد سفاراته في كل دول العالم، من هولندا لإيطاليا لبريطانيا لكوريا الجنوبية، اعتراضا على سياسة تجويع أهلنا في غزة وحصار معبر رفح. وكمان يصرف النظر عن الأزمات الداخلية اللي تسببت فيها سياساته الفاشلة، من غلاء لديون لبيع مصر بالجملة والقطاعي لفشل اقتصادي وسياسي على جميع المستويات. فنظام السيسي حب يشوف موضوع جديد يطلعه على المسرح ويشغل بيه الرأي العام، خصوصا إن مفيش دوري مصري شغال والأهلاوية والزملكاوية مش بيتخانقوا دلوقتي. تاني حاجة، السيسي حب يكسب تعاطف الناس اللي معترضة على المحتوى اللي بيقدمه المشاهير دول على السوشيال ميديا، ويقول لهم أهو بنحارب الناس اللي بتفسد الذوق العام، شفتوا بقى قد إيه إحنا دولة مؤدبة. تالت حاجة هي إن السيسي بيحاول يسيطر على المنصات دي، خصوصا إنها بقت مليانة فيديوهات فيها استغاثات واعتراضات على سياسات نظامه، وبقى الناس بتلاقي فيها منفذها الوحيد اللي هو التيك توك. وكل يومين تلاقي حد اتعرض للظلم من الداخلية، ولا حصل وقعة مع حد من بلطجية النظام، ولا بيعاني من سياسات السيسي الاقتصادية، ماسك الموبايل وطالع يصور ويكلم الناس ويقول رأيه. وكلنا مثلا فاكرين الفيديو اللي اتشهر بتاع الشاب اللي بيقول للسيسي الجو حر يا عبده. فالسيسي بقى بيؤسس لمرحلة جديدة لإرهاب الناس العادية، إنها تطلع تتكلم على السوشيال ميديا وتنتقد النظام، وبقى مشاهير التيك توك عبرة ليها. فأنت بقى بتعارض سياسات الحكومة ولا حتى بتقدم محتوى تافه، فأنت عرضة للاعتقال في دولة السيسي الجديدة. رابع حاجة صديقي العزيز هي إن نظام السيسي بيحاول يسيطر على المشاهير دول ويوجههم للعمل تحت أذرعه الأمنية. فأنت مش بعيد بعد كام أسبوع تلاقي الناس دي خرجت وهي نفسها اللي بتدافع عن السيسي بعد كده، وكمان عشان يحط عينه على الأموال اللي بيحصلوا عليها من ورا مشاهدات السوشيال ميديا، خصوصا بعد ما ظهر عليهم علامات الثراء السريع. وكلنا عارفين طبعا إن أهم حاجة عند السيسي
هي الفلوس. والحقيقة يا صديقي أنا هنا مش بدافع ولا بهاجم التيك توكرز، لكن تعالى كده معايا شوف مين ورا إفساد الذوق العام. هتلاقيه هو نظام السيسي نفسه، وخليني أقول لك إزاي. السيسي من وقت الانقلاب العسكري اللي قام بيه وهو بيقوم باعتقال المؤثرين الحقيقيين في المجتمع بسبب آرائهم السياسية والدينية. فتلاقي واحد زي الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل اللي كان بيجذب الشباب ويؤثر فيهم معتقل في سجون السيسي، وغيره كتير بقى من السياسيين والنشطاء اللي كل ذنبهم إنهم عارضوا ظلم السيسي. فمش هتلاقي في مصر حد بيطلع يقدم محتوى هادف، لأن ببساطة شديدة جدا يا إما هتلاقيه معتقل أو مطارد، يا إما ساب البلد وطلع بره. وبقت الشخصيات اللي موجودة في الإعلام هي بقى من على شاكلة أحمد موسى ونشأة الدين، ده غير إن رجال النظام عبارة عن سوابق. فتلاقي القاتل بقى أكبر رجل أعمال في مصر زي هشام طلعت مصطفى، المدان بقضية قتل سوزان تميم والسيسي اداله عفو رئاسي، والبلطجي صبري نخنوخ كمان واخد عفو رئاسي وعايش حياته عادي جدا، وتاجر المخدرات إبراهيم العرجاني بقى كمان رجل أعمال وشريك لابن السيسي محمود ومسيطر على اقتصاد البلد. كمان السيسي بقى كاتم على نفس الشعب ومفيش أي منفس ممكن يعبر فيه عن نفسه. يعني زمان حتى أيام مبارك كنت تلاقي مسلسلات وأفلام بتعبر عن مشاكل الناس وقضاياهم، وبتتكلم عن الفساد والعشوائيات وتنتقد كمان الحكومة. دلوقتي الحاجات دي بقت ممنوعة في عهد السيسي، ومش هتلاقي قصادك غير المسلسلات اللي بتمجد في شخص السيسي زي الاختيار كده، اللي بيطلعوا بطل قومي وهدية ربنا للمصريين وأنقذ مصر وسابق سنه وطويل جدا زي الأستاذ ياسر جلال. السيسي كمان تعمد إهمال التعليم عشان عارف خطورة الجيل اللي هيتعلم تعليم حقيقي على نظامه الفاشل، لأنه هيطلع إنسان مثقف صعب السيطرة عليه. ويعمل إيه التعليم في وطن ضايع وحكم السيسي بقى اللي كلنا حافظينها. أنا عايز أقول لكم ينفع التعليم في إيه مع وطن ضايع أو يضيع أو إحنا نضيعه. فالمشاهير اللي راح اعتقالهم دول يا صديقي العزيز هم تعبير حقيقي عن المجتمع المصري في عهد السيسي، بدليل التفاعل الكبير مع المحتوى التافه اللي بيقدموه، ولغتهم هي لغة الشارع المصري حاليا. فالسيسي هو المسؤول الأول عن فساد الذوق العام، لأنه راح أهمل التعليم وغيب الإعلام والرأي العام وحبس الشيوخ والعلماء. فإيه اللي هتنتظره من المجتمع بعد كده؟ القبض على صناع المحتوى دول قد يكون عمل صحيح لو فعلا هدف الدولة الحقيقي هو الحفاظ على قيم المجتمع والذوق العام زي ما بيقولوا، لكن في الوقت اللي هم بيقبضوا على المجموعة دي بالتهم دي سايبين فنانين ومشاهير تانيين بيمارسوا نفس الأفعال على مواقع التواصل أو في الساحل بدون حسيب ولا رقيب علشان ليهم ظهر ومسنودين. الكيل بمكيالين في دولة السيسي بيفضح كتير من أفعال النظام وأهدافه الحقيقية ورا كل قرار بياخده، اللي دايما بيكون مش في مصلحة الناس والشعب وإنما لمصلحة النظام والمنتفعين من وراه بس. والمضحك بقى في الموضوع إن الإعلام والنظام اللي طالعين اليومين دول يهاجموا الرقص والمسخرة اللي على التيك توك هو نفسه اللي بيحتفي بالرقص والمسخرة اللي بنشوفها كمان اليومين دول في انتخابات مجلس الشيوخ اللي محدش سمع عنها خالص. فمش مهم عند النظام إنك تعمل محتوى هابط، المهم المحتوى الهابط ده يخدم نظامه عشان يطلع يحتفي بيك ويقدم لك وجبة و300 جنيه. ولو سألتني كده يا صديقي العزيز مين أكتر واحد بيقدم محتوى هابط في المجتمع وبيؤثر عليه بالسلب، هقول لك هو السيسي نفسه. هو اللي بيطلع يمسك المايك ويقول لنا كلام ما يطلعش من أفشل صانع محتوى، ويقول لك مثلا بطلوا هري وباكيتة بانجو وشريط ترامادول اللي قادر يهد بيهم المجتمع، وعمالين تعملوا كيكي وهيهي وبتاع، وغلي البنزين يا باشمهندس طارق ما يهمكش. وحد مثلا يجي يقول له احنا وراك يا فندم يقول له لا خليك جنبي او قدامي. ربنا يخليك، ربنا يخليك. أنا مش عايزك تبقى ورايا، أنا عايزك تبقى جنب مني وقدامي. يا اخي على الاقل الناس اللي بتطلع ترقص ولا تقدم محتوى تافه مش بتضر الشعب بالشكل اللي انت بتضره بيه، وناس كتير مش بتتابعهم ولا حتى تعرف اساميهم. لكن المحتوى الهابط اللي بيقدمه السيسي ونظامه بيضر بجميع طبقات الشعب. في النهاية بنوجه رسالة لنظام السيسي ونقول له بدل ما تلموا التيك توكرز كان الأولى تلموا الفقر والفساد والغلاء اللي خلى الناس تدور على أي طريقة تفش بيها غلها. بس السيسي ما بيحبش يشوف وش الحقيقة ولا يسمع صوت الناس
ولا يشم ريحة الغضب اللي في الشارع، فقرر زي عادته يقلب الطاولة على الكل ويخلي الضحية هي المجرم والجلاد هو اللي بيصلح الذوق العام. واحنا ممكن نصدق أي حاجة غير إن السيسي يصلح الذوق العام، لأنه لو كان في ذوق ما كانش السيسي بقى رئيس. بس كده، لحد هنا والحلقة خلصت. شارك الحلقة لو عجبتك، وتابع حساب شباك وحسابي على الانستجرام، هتلاقي اللينك في الوصف. واستنانا كل يوم اثنين وجمعة الساعة 8 بالليل بتوقيت القاهرة في حلقة جديدة من برنامج ايه الحكاية. سلام.